اخيرا مصيف، اخيرا هفصل يوم بقى من نفسي اقعد مع نفسي. طلع بس حاجتي كده، ده وده وده. انا هقعد هنا بقى ومحدش هيعرف لي طريق. اجازه بقى يومين قبل ما يبدأ البازار. الله يا سلام على الروقان، ونفصل شويه. شنطه البحر اهم حاجه، كريم البانسينول بتاعي علشان طبعا الواحد طول الوقت مع الشمس بيحتاج كده يطري ايده وجلده. البادي سبلاش عشان ريحه الواحد تبقى حلوه كده طول الوقت. واكيد اكيد اكيد السان بلوك مع الشمس والحراره والصيف والبحر والمصيف. اودي بشرتي فين انا من غير السان بلوك ده؟ كان زمان بشرتي باظت. شنطه هديه من عند ابي، اللي يشتري من منتجات ابي الشنطه دي هديه تاخدوها من بازار لميس. يعني ايه مش بتهتموا بجلدكم وبشرتكم بكريم البانسينول ده؟ كريم البانسينول ده اساسي. بصوا كريم البانسينول وجماله ما اقدرش استغنى عنه. ده اللي بيطري طول الوقت جلدي كله. تحطوه بقى على ايديكم على رجليكم طبيعي وانتم مطمنين. هو انا ينفع اتحرك من البيت من غير ما احط على وشي سان بلوك؟ مستحيل مستحيل انزل من غير السان بلوك. مصيف مش مصيف، صيف شتاء، حتى لو واقفه على البوتاجاز بعمل اي اكل، اساسي سان بلوك ابي لازم احطه قبل الميك اب. حتى لو مش حاطه ميك اب جربوا يا جماعه السان بلوك. احنا اساسا الناس كلها بتيجي بازار لميس مخصوص ياخدوا سان بلوك ابي. الله اللي بيخلص اهو، اللي مجنن الناس اهو. اكتر ريحه كل الناس تتجنن عليها هي الريحه دي والريحه القلوب. الاثنين ريحتهم تجنن من عند ابي. من يوم ما قلت لكم انا برشح لكم الاثنين دول وهم اكتر اثنين على طول خلصانين، على طول بيخلصوا. غير انه ابي عندهم بادي سبلاش بروايح كتيره جدا. لما تيجوا بازار لميس شموهم واختاروا الريحه اللي تناسبكم وتحبوها. سان بلوك الاطفال آمن جدا جدا. تعالي خديه لولادك، تعالي حطيه لبنتك لابنك، علشان في المصيف، علشان الشمس، علشان حتى وهم رايحين المدرسة بيعمل كده طبقة عازلة ما بينهم وما بين الشمس. وآمن يا جماعة جدا، ده طبي من عند ابي. نعمل كده نقول الله ده مفيش ريحة، ده مفيش أي حاجة، ده فلة شمعة منورة. يبقى نحط 24 ساعة الديودران بتاع ابي. الريحة بتثبت 48 ساعة، مفيش ريحة، مفيش أي مشاكل، ما بيغمقش، بالعكس ده بيفتح. شامبو، كونديشنر، حمام كريم، كله عند ابي في البازار. الكونديشنر ده ياخد 10 على 10. انا لازم اغسل شعري بيه دايما. والشامبو كمان بتاع ابي خطير، لازم تجربوهم شوفوا نتيجتهم هتبان ازاي على طول من اول غسله. الهير ماسك ده استخدموا الهير ماسك بعد الشامبو بعد البلسم على شعركم، بس يبقى انتوا كده عالجتوا شعركم. انا بقالي كام سنه يا جماعه بصور لكم الغسول بتاع ابي ده، بقالي كتير من كتر ما انا بستخدمه ومن كتر ما هو فعلا بيفرق قوي مع بشرتي. بمجرد ما تستخدموا الفرشه كده تغسلوا البشره الصبح تلاقوا البشره ناعمه بتلمع جميله، كانكم رحتوا عملتوا تنظيف بشره. نسيتي تحطي السان بلوك، ما اهتمتيش ببشرتك، اتحرقتي، اتلسعتي، اتعرضتي للشمس وخايفه بشرتك تتاذي، افتر سان. الافتر سان ده هيفرق معاكم جدا. نزلتي من غير سان بلوك او حطيتي حتى سان بلوك ونزلتوا اتعرضتوا للشمس وخايفين للشمس تاذيكم، حطوا الافتر سان ده بعد ما تتعرضوا للشمس، بعد ما تطلعوا من البحر مثلا من الميه، لازم تحطوا الافتر سان ده لانه هيحافظ على البشره، يعالجها. وده كمان بالبانسينول بينعم البشره ويمنع ان يحصل فيها اي مشاكل. هتلاقوها عند ابي في بازار لميس. اي قطعتين عند ابي في بازار لميس خدوهم ب 350. 2 ديودران، البادي سبلاش والبانسينول، اي قطعتين انتوا عايزينهم من عند ابي عرض 350 جنيه هتلاقوهم في بازار لميس. وما تنسوش ان الشنطه دي هدايا مع المنتجات اللي هتاخدوها من عند ابي في العروض اللي هم عاملينها 4 ايام بازار لميس. وبازار لميس ان شاء الله هيبدا من يوم 2 ولحد يوم 5 من شهر 7، وهنتقابل على خير في الحديقه الدوليه اللي في مدينه نصر.